الوصفه مستحيل ما تجربوهاش. البوله التركيب اسهل طريقه يجيكم مورق ومقرمش من اروع ما يكون، سهل مهل، ننصحكم تجربوه وتبارطاجوه مع اصحابكم. اول حاجه حين نحضروا العجينه فيها كاس تاع حليب، نص كاس تاع زيت، حبه تاع بيض، ونضيفوا عليها مغرف صغيره تاع ملح، ونلموا كل شيء بالفرينه حتى تحصلوا العجينه متماسكه. وكما راكم تشاهدوا هذو من المكونات العجينه، وفريمون تجيكم بزاف هايله وتجي تتورق من اروع ما يكون. والحاجه المليحه انه هذه المملحات تقدروا تحضروها في دقيقه 90، لانه ما راحش تخمر، تقسموها مباشره الى 8 كريات، وكل كريه تفتحوها على شكل دائره. بعد ما نكملوا نحكموا الدويره الاولى ندهنوها بالزبده ولا بالمارغرين، بعد نحطوا فوقها الدائره الثانيه ونعاودوا ندهنوها بالزبده ولا بالمارغرين، نطوها على شكل مربع ونحطوها على جهه. نكملهم بنفس الطريقه وندخلهم في الفريجيدير لطون نحضروا الحشو تاعنا. بالنسبه للحشو راح نقلوا حبه تاع بصل، شويه تاع اللحم مفروم ولا دجاج مفروم كيما تحبوا، ونضيفوا هنا الثوم، السلق اللي يكون طيبته من قبل، زوج ربطات، ومن بعد راح نضيف هنا الفرماج، والحشو تاعنا راه واجد. وهنا تقدروا تضيفوا له الكميه تاع الفرماج اللي نتوما تحبوها. نجيبوا العجينه تاعنا نحلوها على شكل مستطيل، ومن بعد راح نحطوا الحشو تاعنا ونرولو خطره ونص، ومن بعد راح نقطعوا ونحطوه في الصينيه. الفرن تاعكم يكون مسخن مسبقا على 200 درجه. نكملوا كامل العجينه بنفس الطريقه وندخلوها مباشره الطيب، بعد ما ندهنوها بصفى البيض، شويه تاع سانوج. وهذه الوصفه تجي بزاف بنينه، ما تنساوش تجربوها وتبارطاجوها.